احلى صباح ومسا عليك يا صاحبي يا برنس الليالي. فيديو النهارده ما كنتش متوقعه بصراحه ان انا ممكن اعمله النهارده. فمن ساعه ما عرفت ان الفيلم نزل في السينما ومن يومها لغايه دلوقتي عمال ابحث على النت عشان اشوف هل الفيلم نزل ولا لا، ولو متسرب حتى بالانجليزي هنفهم احنا قاعدين ايه بالظبط. والمفاجاه ان انا ببحث النهارده لقيت الفيلم نزل اخيرا على الانترنت وبجوده معقوله وصوره نظيفه حلوه، وكمان مترجم عرض سبيشال من مدن الصالة. الفيلم بلو بيتل اول افلام عالم دي سي في العالم الجديد التابع لجيمس جان. هو مش اول فيلم لكن اول شخصيه. ركزوا معايا يا رجاله. فعشان ما اطولش عليك يا ابو الصحابه غالي، يلا بينا نخش على الانترو. طيب اول حاجه احنا عايزين نعرفها ايه قصه فيلم بلو بيتل. بتدور احداثه في اطار من الاثاره والتشويق والكوميديا، حيث تدور احداثه حول خريج كليه يدعى خيمي ريس يعود لوطنه مليئا بتطلعاته لمستقبله، وخلال بحثه عن اهداف وتطلعاته يتدخل القدر بشكل غير متوقع بعد لما بيحصل على الجعران اللي بيديله قوة خارقة، والقوة دي بتغير مصيره للأبد وهتحوله لبطل خارق في عالم دي سي السينمائي. طيب يا رجال، عالم دي سي متخبط الفترة ديت لأن جيمس جان ما اقدرش اقول عنه حاجة، هو دمر عالم دي سي قبل ما يبتدئوا. فاحنا هنشوف اول نظرة لاول شخصية من العالم الجديد. طيب بقى تعالوا نشوف هل الفيلم موجود بصورة حلوة ولا لا. تعالى بقى شوف الصورة دي واخدها سكرين شوت من قلب الفيلم نفسه وهو شغال. ثانيا بقى تعالوا نشوف هنحمل الفيلم ازاي، وهل الموقع ده موجود فيه مشاهدة مباشرة اونلاين ولا لا. احب اقول لك يا صاحبي يا غالي، الفيلم موجود بجودة حلوة، صورة جميلة جدا. هو مسربة بس الصورة حلوة ونضيفة وتفهم الفيلم هو بيقول ايه. وزي ما شفنا في الصورة كده تعالوا نشوف هنحمل الفيلم ده ازاي. والموقع بصراحة يا جماعة جميل جدا جدا، وهضيفه من التوب 5 في المواقع المفضلة عندي اللي هي فيها تحميل وفيها مشاهدة مباشرة. فاعمل زي ما بعمل بالظبط يا صاحبي وانت هتقدر تحمل الفيلم. ولو عايز تشوفه مباشر برضه كل حاجه موجوده ومتوفره وحاليا بالاسواق. تعالوا بقى نشوف نظره ازاي هنحمل الفيلم ده. اول حاجه هنخش على الرابط الموجود اسفل الفيديو في اول التعليقات. بعد كده هيفتح لك الصفحه اللي انت شايفها دلوقتي معانا حالا. ايوه كده، ونرجع بالسهم لتحت، ننزل بالسهم لتحت لحد لما نلاقي كلمه المشاهده الان والتحميل الان. طيب دلوقتي انا عايز اشوف الفيلم اونلاين، نضغط على كلمه المشاهده الان، يفتح معاك الصفحه ديت. ننزل بالسهم لتحت، ايوه نضغط على السهم ده هيفتح معاك الصفحه دي. نقوم جاي قافلينها زي ما احنا شايفين كده، ونضغط تاني هيشتغل معاك الفيلم بجودة حلوة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا بالظبط. طيب انا عاوز احمل الفيلم على طول، نرجع بالسهم مرة واحدة وبعد كده نضغط على كلمة تحميل الآن، وبعد كده نضغط على كلمة متعادلة الجودات. يفتح لك الصفحة ديت وتاج جودات زي ما احنا شايفين بالظبط. اختار بقى اي جودة انت عايزها. نضغط هنا هيفتح لك الصفحه ديت، ما تقلقش يا ابو الصحابه غالي. بعد كده نضغط على بعد كده نضغط على الجوده اللي احنا عايزينها، وبعد كده هيفتح لك الصفحه ديت. نضغط مره، بعد كده نعمل نفس الكلام، وبعد كده نضغط على كلمه تحميل الان. والف مبروك عليك يا ابو الصحابه يا غالي. اضغط على كلمه تنزيل والتحميل شغال 100 زي ما احنا شايفين بالظبط. التحميل شغال اهو يا رجاله، و هاف ا نايس داي. بعد ما شفنا يا اصحابي ازاي هنحمل الفيلم، نيجي هنا بقى هل الفيلم هيبقى فيه اضافه لعالم دي سي؟ بصراحه يا جماعه انا توقعاتي قليله جدا، فعشان كده الفيلم لو حلو واحد هيستمتع بيه، لكن مش هعلي سقف توقعاتي لان عالم دي سي متخبط بشكل وحش جدا، واعتقدش ان هو هيتصلح بفيلم بلو بيتل. بس برضك مش عايزين الاراء السلبيه تاثر على الفيلم ده يا رجاله.
مش عاوزين نظرتنا لان زاك سنايدر يرجع تاني وجيمس جان ده يروح في اي حته، ان شاء الله يبيع لب وزداني عند السيد البدوي. فاحنا هنشوف يا جماعه العالم هيمشي ازاي، وهنشوف جيمس جان هيعمل ايه. هو طبعا سايب 2024 سنه فاضيه ما فيهاش اي حاجه من عالم دي سي، ويبدا بقى يشتغل لنا بقى من 2025. اتخيل يا صاحبي دي سي مش موجوده في 2024 غير في اعمال اللي هي منفصله عن العالم السينمائي الممتد، يعني عندك الجوكر، وهنشوف ايه اللي هيحصل تاني. في فيلم تاني يا جماعه في اخر السنه، فيلم اكوامان الجزء الثاني، وتوقعاتي ليه صفر. بصراحة مش متوقع أي حاجة حلوة من أكوامان، رغم اللي هو الريميك والريشوت اللي عمال يحصل فيه وتغييرات وحاجات كتيرة جدا. أعتقد الفيلم ده هيفشل زي ما فشل فيلم فلاش. فيلم فلاش كانت كل التوقعات اللي هو ده اللي هيقلب عالم دي سي، ولكن قلبوا اليمة التانية وراح في سكة الندامة. الفيلم خسر ملايين الدولارات، وده لأن عند عالم وارنر براذر لسه موجود لحد دلوقتي وتدخلاته في كل حاجه. انا مش عايز اطول عليك يا صاحبي، تعالوا بقى هنا نقفل الفيديو واشوفكم في الفيديو اللي جاي، وانا عامل لكم سلسله قويه جدا. لو محب افلام الرعب عامل لكم سلسله ضخمه جدا عن افلام رعب مبنيه على احداث حقيقيه، وبصوا دخلاتها جامده جدا ومونتاج عالي، شغل عالي ابو الصحابه غالي. عاوزك تدعمني بقى انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس والاعجاب بالفيديو. وفي حاجه بسيطه ان السلسله ديت هيبقى فيه فيديوهات باللغه العربيه وفيديوهات باللغه الانجليزيه. قلنا نعمل عرض سبيشال وتغيير ونفكر بره الصندوق، وما نشوف الصندوق هيعمل فينا ايه تاني يا رجاله. والى اللقاء في الفيديو القادم، والسلام اند جود نايت ابو الصحاب اغاني.